مساء الفل. ازيكم؟ قلنا قبل كده ربنا يستر على النادي الاهلي من عين الحسود، بالذات عين عمرو اديب وخالد الغندور وعفت نصار وكل اعلام الزمالك. النهارده المؤتمر الصحفي العالمي لمرتضى منصور في نادي الزمالك، والنهارده وانا بتابع الاخبار كده وبشوف مرتضى منصور هيعمل ايه وهيطلع يتكلم في ايه، لفت نظري كابتن عفت نصار. لقيت له اكتر من فيديوهات كتيره جدا بتتكلم على النادي الاهلي، وبتكلم عن المظلوميه ومش عارف ايه وبتاع، بتكلم عن قضيه كبيره جدا بقالنا اكتر من 20 سنه ولا 23 سنه بنتكلم فيها، ولغايه النهارده مفيش زملكاوي قدر يثبت الكلام ده بالمستندات، كله كلام وخلاص. ومفيش حد قادر يرد عليه غير 2 3 من الاهلاويه القوية جدا زي شادي محمد، وكل الناس بتتكلم معاه باسلوب راقي جدا محترم جدا. لكنه المفروض لما انت تقابل واحد بيتكلم وعايز ينزع منك لقب غالي، لازم يكون ردك رد قوي عليه، وردك لازم يكون حاد، زي ما هو بيتكلم بالطريقة بتاعته. فمن الردود اللي عجبتني جدا وحبيت اشاركها مع حضراتكم، الاعلام الكبير المحترم محمد شبانه رده على عفت نصار كان قوي جدا. وانا مش رايح المؤتمر عشان 1 2 3، المهم ده مش موضوعنا، موضوعنا هو عفت نصار ونادي القرن. عفت نصار دايما يجيب لك مستندات او يتكلم لك عن حاجات غير مغلوطه، حاجات مش منطقيه او حاجات مظبوطه. لكن الاعلامي محمد شبانه دايما لما يتكلم في الموضوع لازم يتكلم بمنتهى الحياديه والشفافيه، ومش كده وبس، لا لازم يدعم كلامه ماشي بحاجات مستندات موجوده من مصادر موثوق منها، بعكس عفت نصار اللي هو لو واحد ماشي في الشارع وقال كلمتين يعجبوه ممكن ياخدوا مصدر. وده العيب الكبير اللي عند كابتن عفت نصار. مبدئيا لازم نعرف يا جماعة ان كل واحد حر في رأيه، وكل واحد حر في قناعاته، وكل واحد من حقه يدافع عن رأيه زي ما هو عايز. لكن لما تيجي تدافع عن رأيك لازم تجيب الحجة بتاعتك اللي انت بتدافع فيها عن نفسك، عن رأيك، عن ناديك، لازم تكون حجة مظبوطة ومعروفة ولها مستند موجود. فللأسف كابتن عفت نصار كل كلامه كلام عاطفي وما يستندش لأي مستند رسمي، والدليل على كده ان بقالنا 23 سنه نادي الزمالك ما قدرش يروح للاتحاد الافريقي ولا للاتحاد الدولي الفيفا ويطالب بلقب نادي القرن. ده بالنسبه لكابتن عفت نصار، ومش هنزيد على الكلام اللي قاله كابتن محمد شبان. اما بالنسبه بقى للمؤتمر الصحفي لنادي الزمالك النهارده، هو ايه؟ مفيش جديد، هو هيبقى نفس الكلام اللي احنا بنسمعه كل مره من رئيس نادي الزمالك. وللاسف هو رئيس نادي الزمالك المعزول، هو حاليا رئيس نادي الزمالك المعزول، ومش عارف هو باي صفه هيطلع يتكلم او يعقد مؤتمر او يعقد جلسه في نادي الزمالك. وللاسف المشكله كمان ان الوزير الشباب والرياضه مش عارف هل هو يقدر ان هو يشيله ولا ما يقدرش يشيله ولا بتاع. هو المفروض ان هو يشيله، او المفروض ان هو يكون حازم اكتر من كده. لكن هل لو تدخلت الدولة بشكل قوي جدا وبشكل امني، هل الموضوع ده هيبقى فيه تدخل حكومي ولا لا؟ ده اللي احنا عايزين نعرفه. الحاجة المهمة جدا هو النادي الاهلي. النادي الاهلي يا جماعة في ظروف غير طبيعية بالمرة. النادي الاهلي في احلى مواسمه السنة دي، احلى مواسم النادي الاهلي، موسم والاروع من كده تقريبا. ان شاء الله هياخد كل البطولات لو مشى على نفس الطريق ده مع كولر. لكن مشكله النادي الاهلي اللي احنا اتكلمنا عنها، ربنا يبعد عين الحسود عن النادي الاهلي. وعين الحسود هنا هي مين؟ هي عمرو اديب، رضا عبد العال، حازم امام، خالد الغندور، كل الناس ديت عينيها راشقه في النادي الاهلي، وخصوصا عمرو اديب اللي دايما يتكلم عن حظ النادي الاهلي. اهو حظ النادي الاهلي يا كابتن، يا استاذ عمرو اديب. عين الحسود دلوقتي جايه في حراس مرمى النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده 4 حراس مرمى، 3 منهم مصابين، ما فاضلش غير مصطفى شوبير. هل هتكون فرصه كبيره لمصطفى شوبير ولا هنشوف الشناوي ان شاء الله موجود في نهائي افريقيا؟ اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.